وسهلا، مرحبا بكم برنامج الناس والقانون على شفرة فهم. مواصلين في هذا البرنامج ومع الأستاذ ريم الغول في الإجراءات القانونية بخصوص القضاء الإداري. حس فرت آخر حصة تحدثنا عن العقوبات في الوظيفة العمومية والإجراءات اللي تنجم تتخذها الإدارة في حق موظف يعني تجاوز حقوق تجاوز واجبات وتعرض إلى عقوبة تأديبية. هذه الإجراءات القانونية اللي لازم تأخذها الإدارة واللي تضمن إلى عقوبة قانونية بين ظفرين ربما لهذا الموظف. حصة اليوم باش نطرقوا إلى رقابة القاضي الإداري، يعني كيفاش القاضي الإداري يراقب القرارات الصادرة في المادة التأديبية في الوظيفة العمومية، وكيفاش يمارس القضاء أو كيفاش يمارس القاضي الإداري يثبت من مشروعية القرار التأديبي، يعني برشا إجراءات يقوم بها القاضي الإداري. نرحب بالأستاذة ريم الغول، مستشارة المصالح العمومية واختصاص في قانون أو في النزاعات في النزاع الإداري. مرحبا بك أستاذة ريم الغول. شكرا سي فتحي، مرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة شفرة اف ام. تحية لكل من يشاهد فينا ويتابع فينا على شفرة اف ام. إذن أستاذة، رقابة القاضي الإداري القرارات الصادرة في المادة التأديبية كل ما يخص القضاء الإداري فيما يخص العقوبات التأديبية في الوظيفة العمومية. القاضي الإداري يمارس رقابته على مشروعية القرار التأديبي في إطار دعوة تجاوز السلطة أو من خلال دعاوى المسؤولية. يتولى مراقبة شرعية القرارات التأديبية، معناها يتثبت من مدى توفر مختلف عناصر الشرعية في القرار هذا. دونك إذا كان القرار التأديبي كان يشوبه أحد أو بعض عيوب اللا شرعية، فإنه القاضي الإداري يقوم بإلغائه. ولهنا كما ذكرنا في حصص أخرى سابقة، كونه الشرعية في شرعية القرارات الإدارية نقسموها لشرعية خارجية للقرار التأديبي المتعلقة بعيب الاختصاص وعيب خرق الصيغ الشكلية الجوهرية، وعناصر الشرعية الداخلية المتعلقة بعيب خرق القاعدة من قواعد قانونية وعيب الانحراف بالسلطة والإجراءات. شو معناه القاضي الإداري وقت اللي تجي قضية في إلغاء قرار إداري في المادة التأديبية، فإنه يراقب عنصر الاختصاص رقابة صارمة. صادر القرار هذا عن رئيس الإدارة وإلا لا، إذا كان فما تفويض صادر عن سلطة أخرى عندها هي تفويض ولا ما عندهاش، مع التأكيد كونه أو التذكير كونه يمكن لرئيس الإدارة أن يفوض إمضاءه أو سلطته التأديبية بصفة شرعية دون أن يعرض القرار التأديبي دونك المتخذ على هذا الأساس إلى الإلغاء من أجل عيب الاختصاص، إلا بالنسبة لقرارات العزل اللي يصير فيهم تفويض. رقابة القاضي الإداري تنسحب أيضا على الإجراءات التأديبية، وتوا معناها في الحصة من بعد نحكي معناها بصفة أوسع على الإجراءات شنو اللي يراقبهم القاضي الإداري. تتسلط الرقابة على إذا كانوا خرق قاعدة قانونية أو لا. دونك لهنا وجود معناها فما وجود خطأ تأديبي وإلا لا. شو معناها فما خرق من قبل العون العمومي معناها لواجباته وإلا ما فماش. وكما أيضا تتسلط، ولهنا بربي نحب نذكر كونه القاضي الإداري يثبت في هل الأخطاء المادية المنسوبة للعون ذي موجودة ولا ما هيش موجودة. دونك التناسب بين الخطأ والعقوبة. تنجيو السنة كم جزء العنصر الأخرين رقابته أيضا تنسحب على عيب الانحراف بالسلطة. ليش؟ على خاطر ساعات الإدارة تزيغ الأهداف المرسومة لها وتعطي اللي سميته أنت في الحصة الفارطة بما يسمى بالعقوبة المقنعة. دونك يمكن أن تتمثل في إعفاء من خطة وظيفية ولا نقلة وجوبية وإلا رفض تسجيل عقد انتداب ولا فسخ عقد انتداب أو حتى امتناع عن تسوية وضعية العون. وقفت
على العمل وتعدى على مجلس التأديب وظهر اللي هو معناه خاطئ، ما عملش لم يرتكب خطأ أو لم يخالف واجبات مهنية، ومن بعد ما حبش ترجعوا الإدارة. لهنا المحكمة الإدارية اعتبرتها رغم معناها انقضاء أجل الإيقاف في شأنه، حتى إذا كان تمت مساءلته جزائيا وخذا من بعد مثال عدم سماع الدعوة والإدارة ما حبش ترجعه، اعتبرته كأنه عقوبة مقنعة، عقوبة عزل المقنعة. رقابة القاضي الإداري بالفعل صفتها هي تطورت من مجرد رقابة دونك تطورت إلى رقابة لتشمل التناسب بين العقوبة والخطأ. شو معنى الكلمة ذي؟ القضاء الإداري التونسي خلال العقود الأخيرة شهد تطور نوعي في ميدان الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية، انطلق من رقابة محدودة على الشكل والإجراءات إلى رقابة معمقة تشمل جوهر القرار وخاصة مدى التناسب ما بين الخطأ اللي يرتكبه العاون والعقوبة المسلطة عليه. تجسد هذا التطور في عدة قرارات مفصلية أصدرتها المحكمة الإدارية، مثال قرار في صادر بتاريخ 3 جوان 2009 إذ صرحت المحكمة بأن العقوبة التي فاقت ما يقتضيه الخطأ المرتكب تعد غير متناسبة وتستوجب الإلغاء، لتكرس بذلك أول مرة تقريبا التناسب كسبب مستقل للطعن. فما دونك أكدت توجه هذا في قرار آخر بتاريخ 12 ديسمبر 2014 اعتبرت فيه أنه صحيح الإدارة تمتلك سلطة اختيار العقوبة، إلا أن هذه السلطة لا تمارس بمعزل عن رقابة القضاء الذي يتثبت من مدى التناسب الموضوعي بين طبيعة السلوك المعاقب عليه وخطورة الجزاء المسلط. وصلت المحكمة ترسيخ هذا الاتجاه جاء في قرار 21 أكتوبر 2011 أن تجديد العقوبة دون مبرر موضوعي يشكل تجاوزا للسلطة لعدم مراعاة الإدارة لملف مهني الموظف ولظروف ارتكاب الخطأ. قرار آخر في 2018 محكمة الاستئناف أكدت أن رقابة القضاء تشمل التثبت من انسجام الكلمة القاضي الإداري انسجام العقوبة مع خطورة الفعل المنسوب للموظف، وأن الإدارة لا يمكنها الاكتفاء بمجرد توصيف عام للسلوك دون تبرير اختيارها للعقوبة. هذا التوجه دونك لأنه في الأصل أستاذ هو ثم قانون يعني ينظمها العقوبات هذه، يعني كل مخالفة يقوم بها الموظف هناك ما يقابلها لا لا لا، عكس في القانون الجزائي وحتى قانون الجزائي وحتى في قانون الوظيفة العمومية في المغرب وفي فرنسا فما ما يشبه هذا. احنا ليه ما عندناش وقلنا في الحصافات الفارطه ما عندناش معناها العقوبه هذه باش تأديب رئيس الإدارة ومجلس التأديب راهو رأيه استشاري. نزيدو نأكدو كونه نجم مجلس التأديب يقترح مثال ما نعرفش عقوبة خصم من مرتب لأنه رئيس الإدارة ينجم يمشي حتى للعزل. هذاك علاش رقابة القاضي الإداري تطورت، ما عادش يشوف خطأ بين في التقدير، لا هي مراقبة حقيقية ولات على الملائمة. مثال نعطيك لهنا أمثلة. محكمة إدارية ألغت عقوبة العزل. إيش قالت مبدأ الحكم؟ سلطة التأديب ليست مطلقة وتخضع لرقابة التناسب ولهنا اعتبرت كونه خطأ ماهوش جسيم مقارنة بالعقوبة القصوى اللي هي العزل. دونك طعنت فما معناها قضية أخرى في 2001 صار طعن في النقلة الوجوبية. صحيح النقلة تخضع لرقابة التناسب لكن الفعل رأت المحكمة كونه فعل بسيط والعقوبة مبالغ فيها. دونك يعني تصنيف العقوبات أو تصنيف المخالفات اللي نجم يقوم بها الموظف من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة يخلي يقابلها يعني أخطاء. هذا هو المقصود بالتناسب. لا التناسب التناسب هو الفعل هذا هل يستحق حقيقة معناها العقوبة هذيك وإلا لا؟ كيفاش تم تقدير هذا المقصود؟ يعني ما ثماش قانون لا سلطة تقديرها شنو فيش في مستوى الإدارة؟ يعني ثم قانون ينظمها يستندوا عليه ولا يعني متداول أو اجتهاد أو كيفاش تفسروا؟ من السلطة القضائية؟ لا من رئيس الإدارة. لا رئيس الإدارة حر في تسليط العقوبة اللي راها هو واضح. وعنده واجب تعليل لازم يعلل واضح ولازم في تقاريره يعطي الأدلة المادية وغير ذلك ويعلل. وقت اللي يتم التقاضي أو يتم طلب إلغاء العقوبة لازم يفسر ويقنع
وجدان القاضي بكونه العقوبة هذيك هي مستحقة للأفعال هذيك، الأفعال التي أتاها العون العمومي. ما أقنعش القاضي، دوك القاضي يمشي في الإلغاء. وكيف يتم التعامل على معنا من طرف القاضي الإداري مع التقارير اللي ما عندهاش أدلة مادية؟ موقف فقه القضاء الإداري التونسي من تقارير هذه أو من العقوبات التأديبية المبنية على تقارير دون أدلة مادية واضح ومتواتر، ويمكن تلخيصه في المبادئ التالية. أولا، ضرورة ثبوت الخطأ بثبوت مادي مش مجرد تقارير. شو معناه؟ القاضي الإداري اعتبر كون العقوبة التأديبية يجب أن تقوم على وقائع ثابتة ثبوت مادي، مش مجرد روايات ولا تقارير ذاتية. الإدارة تحمل هنا عبء الإثبات، والموظف متمتع بقرينة البراءة المهنية. ثانيا، من المبادئ، التقارير الإدارية تعد مجرد عناصر إعلام، ماهيش أدلة قاطعة مهما كان مصدرها، راهو لجنة ولا تفقدية وإلا رئيس مباشر ولا زميل خاصة وتقيم كاعتبارها هي عناصر إعلام أو مؤشرات أولية وليست أدلة كاملة، إلا إذا كانت مؤيدة بوسائل أخرى كما محاضر رسمية ولا تسجيلات قانونية ولا شهادات ولا وثائق ثابتة ولا اعتراف الموظف. فإذا غابت هذه الأدلة فإن العقوبة تعتبر غير مؤسسة على وقائع ثابتة. من مبادئ أيضا العقوبة المبنية حصرا على تقرير غير معلن فيها تجاوز للسلطة. المحكمة الإدارية ألغت عدة عقوبات خاطر الإدارة بنت قرار على تقرير موجز ولا غير معلل، ولا تقرير ما يذكرش أدلة مباشرة، ولا تقرير يعطي انطباعات وتقييمات شخصية فقط حتى الزملاء في بعضهم. وقد أقرت المحكمة في ذلك أنه يشكل خطأ بين في التقدير ويمثل مخالفة لمبدأ الشرعية. رابعا، ضرورة احترام حق الدفاع. عقوبة مبنية على تقارير ما عرضهاش على الموظف وإلا ما مكنيش من مناقشتها ولا ما أعلمنيش بمصدرها، قالوا وإلا سمعنا كونه هي مش المرة الأولى، وقالوا شكون اللي قالوا، واتيني معناها نواجه ما قيل ونمارس حقي في الدفاع. ودونك عدم إعلام بمصدر يتم إلغاؤها لخرق حق الدفاع، وما يمكنش اعتماد تقرير سري وما يتوصلش بشأنه الموظف. وعدة أمثلة لهنا. قرار في 2007 ألغت المحكمة عقوبة لأن الإدارة اعتمدت على تقرير رئيس قسم خالي من الإثباتات ويفتقر التعليل. وأكدت المحكمة أن لا حجية للتقرير المهني ما دام ماهوش مؤيد بوقائع ثابتة. قرار آخر في 2011 اعتبرت فيها أن محضر التفقدية غير معزز بمعطيات مادية ما يكفيش لتسليط عقوبة الإيقاف، واعتبرته تجاوز في استعمال السلطة. قرار في 2015 لغت دونك المحكمة عقوبة النقلة الوجوبية لأن الإدارة اعتمدت كليا على تقرير ذو صبغة انطباعية دون أي دليل مادي أو شهادة. دونك اللخص كون موقف المحكمة الإدارية والقاضي الإداري ما فماش عقوبة تأديبية شرعية إلا إذا تم معناه تبنات وقائع ثابتة ثبوت مادي، ولا يعتد بالتقارير المجردة والانطباعية مادام ما دعمتش بأدلة ملموسة. واعتماد الإدارة على تقرير بلا دليل يشكل تجاوز السلطة وموجب الإلغاء. مهم جدا مهم جدا. وكيف يتم التعامل أو كيف يتعامل القضاء الإداري مع التعسف في استعمال السلطة في المادة التأديبية؟ القاضي الإداري يعتبر أن التعسف في استعمال السلطة هو سبب مستقل أيضا لإلغاء القرار الإداري، ويعرف التعسف بأنه تجاوز الإدارة للحدود المخولة لها سواء بالخطأ الجسيم في تقدير العقوبة أو بالمغالاة في العقوبة أو بالاستعمال الانتقامي للسلطة اللي بشكل يخل بمبدأ المشروعية ويضر بالموظف. وقد رسخ القضاء الإداري التونسي هذا المبدأ في عديد قرارات. مثال قرار بتاريخ 3 جوان 2009 إلغاء عقوبة الإيقاف على العمل، دونك إلغاتها المحكمة لاعتبارها عقوبة مبالغ فيها مقارنة بالخطأ المرتكب. قرار 2014 في 12 ديسمبر 2014 إلغت المحكمة عقوبة العزل رغم ثبوت المخالفة، لأن العقوبة اللي هنا المحكمة تقول لك كانت شديدة وغير متناسبة مع طبيعة الخطأ. وتأكد كونه مبدأ التناسب يعد أداة أساسية لمنع التعسف الإداري. قرار آخر في 2011 اعتبرت أن تجديد العقوبة دون مبرر موضوعي يشكل تعسفا في استعمال السلطة،
في الرقابة هذه يستند القضاء الإداري إلى عدة معايير أساسية، أهمها ثبوت الخطأ، تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب، الحق في الدفاع، الاطلاع على التقارير والوثائق المؤسسة للعقوبة. دونك ولهنا اعتبر القضاء الإداري أن الرقابة على التعسف ما فيهاش مساس بسلطة الإدارة في التأديب، بالعكس هو يأكد على أن السلطة التقديرية للإدارة هي مشروعة ولكنها مشروطة بالمعقولية والعدالة والالتزام بالضوابط القانونية، وهو ما يعزز حماية الموظف من التعسف ويضمن حسن سير العمل الإداري وفق أسس القانون والعدالة. عندنا في القضاء يعني القضاء العدلي في صورة يعني تكون الدعوة مش في محلها أو يعني تكون الدعوة من الطرف الآخر بعدم سماع الدعوة، عندنا الادعاء بالباطل. نجمش الموظف كي يبطل القضاء الإداري قرار الإدارة أو رئيس الإدارة، نجمش الموظف يشكي بالإدارة من بعد في هذا الإطار. إيه هو قضاء موضوعي، يعني الغاية منه هي إلغاء القرارات. بالعكس هو ينجم يحمل إذا كان تسبب له هذه في أضرار، يعني أكيد أضرار معنوية ومادية ينجم يطالب. هذا هو المقصود بالسؤال. ينجم يطالب الإدارة بالتعويض. دونك مثلا في نقلة قعد شهرين منقل وبعد لي لغت المحكمة الإدارية القرار ورجع لبلاصته في كل شهرين حتى اللي خسرهم الكل تعوضهم. هذا هو المقصود بالسؤال. إذن والنقطة الأخيرة في محور أو موضوع اليوم هو أبرز الإخلالات الإجرائية التي تؤدي إلى إلغاء العقوبات. على مستوى الإجراءات دائما نتحدث. بالنسبة للإجراءات يعني نحب نفصل ما بين ما حكينا احنا في حصة السابقة، قلنا كونه فما عقوبات تسلط دون استشارة مجلس التأديب وفما عقوبات تسلط بعد استشارة مجلس التأديب. بالنسبة للعقوبات التي تسلط دون استشارة مجلس التأديب فما إجراءات يجب احترامها. إجراءات خاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى قلنا ضرورة استجواب العون. بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين كيف ضرورة دونك تمكينه من شرح موقفه كتابيا. بالنسبة للإجراءات المتبعة عند تخلي العون عن عمله ضرورة، قلناها قبل نأكدها، ضرورة التنبيه عليه أرجع للخدمة ما كانش راك باش تعتبروا متخليا عن العمل. في الظروف الاستثنائية ضرورة أنه الإدارة تثبت استحالة أو تثبت هالظروف الاستثنائية هذه اللي أدت العدم عرض ملف العون على مجلس التأديب دونك لحالة فعلا دون اجتماع مجلس التأديب. في صورة وجوب استشارة مجلس التأديب عندنا إجراءات يتعين اعتمادها قبل انعقاد المجلس، كما إجراء تحقيق أولي، مش كما معناها تبدأ بإجراء تحقيق أولي حول الوقائع كالتقرير واللي من خلاله معناها يتم إعداد التقرير هذا يا إما يكون يتولى رئيس الإدارة على ضوء يا إما يتولى معناها يقولك يحفظ الملف ولا يقتصر على تسليط عقوبة من الدرجة الأولى ولا يقولوا لا كمل مواصلة معناها الإجراءات التأديبية بدعوة المجلس للانعقاد وغير ذلك. دونك الإجراء التحقيق الأولي، إجراء التقرير من قبل السلطة التأديبية، تمكين العون من الاطلاع على الملف التأديبي، ذي إجراء مهم جدا خاطر فما ساعات صارت معناها كونه يقولوا لا يطلع على عين المكان ما تتبعوش، يمنعوا حتى من ينوب محامي باش يجيبوا في مجلس التأديب معاه إلى غير ذلك. ولازم يصرح كتابيا العون كونه تولى فعلا تمكينه من الاطلاع على الملف التأديبي والا تنازل هو زاد محض إرادته عن حقه في الاطلاع على الملف التأديبي. بالنسبة للالتئام مجلس التأديب، تركيبة المجلس لازمها تكون محايدة. احنا نقولوا اللجان الإدارية المتناصفة معناها لازمها تكون فيها ممثلي الإدارة وممثلين على الأعوان ومحايدة. دونك يتم استدعاء أيضا إجراء الاستدعاء المثول أمام مجلس التأديب على القليلة في أجل أدناه 15 يوما قبل اجتماع مجلس التأديب. الإعلام لهنا نصت المحكمة على ضرورة تحميله العنوان الكامل للعون وإلا اعتبر العون معناها ما تمش إعلامه. إذا كان العون موقوف نعلموه عن طريق إجراءات خاصة لإدارة السجون.
فما إخلالات تتعلق بشروط صحة العقوبة. العقوبة من حيث الشكل مقتضى قرار فردي، خاطر قرارات فردية مش عديت 4 على مجلس التأديب ناخذ قرار واحد، لا كل واحد قراره حتى كان نفس الأفعال إمضائها يكون من طرف رئيس الإدارة، وإلا اللي فوض له رئيس الإدارة مع كما قلنا بالنسبة للعزل ما يصير شيء تفويض. تحرير القرار التأديبي باللغة العربية. تعليل العقوبة، يجب في كل الحالات أن تكون العقوبة معللة. هناك أيضا شروط خاصة بالأصل، تنصيص على العقوبة بمقتضى أحكام قانونية صريحة. دونك عدم تباين كما قلنا ما بين العقوبة والخطأ، وعدم تسليط أكثر من عقوبة بعنوان نفس الخطأ، وعدم تسليط العقوبة التأديبية بمفعول رجعي. هذه تقريبا الإخلالات الإجرائية التي تؤدي إلى إلغاء العقوبات. هيك تقريبا أتينا إلى الإلمام بكل ما يخص قانون الوظيفة العمومية وكل ما يخص يعني تعامل القضاء الإداري مع العقوبات التأديبية في الوظيفة العمومية، وكيف يمارس القاضي الإداري على أو كيف يراقب القضاء الإداري مشروعية القرار التأديبي. هذه إجراءات مهمة جدا أن نكونوا فاهمينها ونكونوا عارفينها. اللي يحب يفهم ديما يعاود يسمع حتى الحلقة على صفحة الإذاعة موجودة باش يعرف الوظيفة العمومية والقانون الوظيفة العمومية والتأديب في الوظيفة العمومية. شكرا لك أستاذ ريما الغول، ديما بالشراكة مع جمعية الإعلام البديل والمحكمة الإدارية بتونس. مشكورين الناس الكل. مرحبا بك وشكرا لك مرة أخرى الأستاذ ريما الغول الشريك معنا في هذا المشروع. شكرا لكل متتبعي شفارة FM، ونلتقي في حصص قادمة إن شاء الله. شفارة FM.